يلا نتدفى. لقيت الجو برد والدنيا بتمطر، قلت اما اعمل صينية البطاطا الحلوة دي لولادي تدفيهم وتغذيهم وبأقل الإمكانيات. كان عندي كده كام بطاطاية، قلت بدل ما اشويهم نعملهم صينية نتدفى بيهم أحسن، وتبقى كده مسكرة وكريسبي من فوق وكريمي من تحت. واو تجنن. يلا نعرف الوصفة وما تنسوش الاشتراك والتعليق ولايك. ده البطاطا بتاعتي قشرتها وغسلتها كويس جدا، لان انتوا عارفين البطاطا بتبقى مليانة طينة. وهبدأ ان انا اسمي الله واقطعها علشان نشوف هنعمل فيها ايه. الطريقة دي انا بحبها جدا جدا. لقيت كده بطاطاية بيضة في وسط البطاطا، فما تفكروهاش بطاطس يعني هي بطاطاية بيضة. هقطعها اشيل بس الزوائد اللي بتبقى فوق دي. تمام. ونقطعها كده تقطيعة لا تكون تخينة ولا رفيعة، هي دوب على طول عشان ما تتحرقش مننا وما تنشفش، وكمان عشان ما تستويش. يعني لو قطعناها تخينة ممكن ما تستويش مننا او هتاخد وقت في السوا وهتتعبنا واحنا بنهرسها. فهي التقطيعة دي حلوة قوي قوي. ماشي. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرا سورة قريش عشان تحلي الاكل بتاعنا وتزيده بركة. بسم الله اللهم بارك. اي حلويات بقى احنا قلنا هنعملها في البيت، ونعمل كمان يعني حاجة مغذية. يعني بدل ما نشتري لولادنا كيك وحاجات من بره، اهو طبق بطاطا زي ده ما شاء الله مليان فيتامينات، هيغذيهم وهيدفيهم وهيشبعوا وتبقى الحياة زي الفل. بلاش نعقلها على نفسنا يا جماعة، البساطة حلوة. زي ما كانوا اهالينا بيعملوا لنا زمان، نبدأ احنا كمان نعمل لولادنا. احنا زمان لا كانوا بيجيبوا لنا الجاتوهات على طول ولا الحاجات اللي هي من بره على طول، فهم كانوا بيعلمونا ان الاكل البيت احلى وصحي اكتر. احنا بصراحة بقينا نستسهل ونجيب من بره. بس تعالوا نرجع نعمل حاجتنا احنا في البيت. كده احنا قطعناها زي ما احنا شايفين. هبدأ بقى ان انا اضيف عليها دي معايا كده كوباية الا ربع سكر صغيرة. هضيف هنا تقريبا 3/4 وهسيب ربع عشان اضيفه على الوش. تمام. انا هضيفها كده مش هستنى لما تستوي. انا بحب اضيف السكر كده عشان يتشرب ويتغلغل مع البطاطا. طبعا كل واحد حسب ذوقه، اللي بيحب سكر قليل ماشي، اللي بيحب سكر كتير ماشي. كل واحد حسب ما يحب. اللي مش عايز يحط سكر خالص عادي طبعا براحته. هنا هزود مية، لازم المية تكون مغطياها كلها. تمام. ان شاء الله برضو نعمل حساب ان البطاطا هتنزل ميتها، لان اي خضار بينزل المية بتاعته. هبدأ بقى ان انا ارفعها على النار لغاية لما تغلي وتستوي خالص. مجرد ما تغلي هوطي عليها واغطيها واسيبها بقى مع نفسها تستوي خالص وتبقى بالشكل ده. البطاطا بعد ما استوت انا طفيت عليها، نسيب فيها شوية مية ونهرسها علشان ما تنشفش معايا في الفرن. ما صفيش المية بتاعتها كلها في الغليان، اسيب فيها حبة مية تبقى زي ما بيقولوا كده ملحلحة. هنا انا هرستها وحطيت معلقتين سمنة هي ساحت فوقيها فوق الوش، ورشيت بقية السكر على الوش من فوق عشان هو ده اللي هيديني الطبقة الكريسبي بتاعتي. تمام. وده كان الشكل النهائي بتاع البطاطا بتاعتي، من فوق محمرة وكريسبي ومن تحت دايبة. جميلة جدا. جربوها وقولولي ايه رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش الاشتراك ولايك في القناة، وقولولي الوجبات اللي انتوا عايزين نعملها. تمام. وكل سنة وانتم طيبين، ونورتوني في قناتي مطبخ سيمو، ويا رب دايما عند حسن ظنكم. نورتوني. كل سنة وانتم طيبين.